السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي وحبايب قناة حكاوي تيتا المرعبة. النهاردة حكايتنا حكاية عن الجن. أيوة، عن الجن والعفاريت. اللي بيخاف يركن على جنب. موضوعنا ايه؟ قررنا نقضي أسبوع أجازة في البلد كانت في الصعيد. رحت أنا وجوزي وولادي الأربعة، 3 بنات وولد. كان منزل أهل جوزي في الصعيد واسع قوي وكبير. أول ما وصلنا بعد الطريق الطويل قابلونا بالبهجة والفرح، لكن مع دوشة الأولاد قرر جدنا الكبير إن البيت اللي ورا نقعد فيه أو ننام فيه عشان العيال يعملوا بقى دوشة براحتهم، عشان الجد كان بيتضايق من الدوشة. قلنا ما يجراش حاجة، نقعد معاهم طول النهار وبالليل نبقى ننام في البيت الخلفي. كان منزل مكون من طابقين، الأرضي والأول مرفوع. قضينا اليوم مع الأهل وقعدنا نضحك وناكل ونشرب وبقينا مبسوطين وفرحانين قوي. خلصنا اليوم وكنا طبعا تعبانين من السفر. قلنا بقى ايه، نرجع نروح على البيت الخلفي عشان هم نضفوه ووضبوه نطلع ننام. مشينا حتة طويلة وكان في المبنى بتاعت البيت الخلفي، وطلعنا البيت اللي أهل جوزي منضفينه، لكن لقيناه وسخ ومش نجيف وكله تراب وكله زبالة. قلت لجوزي ايه ده؟ قال لي معلش هننضفه سوا. فضلت انضف فيه انا وجوزي، وقلت له يعني ينفع كده؟ هم قالوا البيت نجيف ونيجي عشان ننام نلاقيه بالقذارة دي. قال معلش ادينا نضفناه وخلاص حصل خير، يلا ناموا. طلع النهار علينا وقمنا بدري عشان خاطر نروح نفطر مع العيلة الكبيرة في البيت الأمامي. اليوم دوت رحنا اتفسحنا في الزرع والجناين الجميلة، وقعدنا نروح ونيجي وبقينا مبسوطين. ورجعنا على البيت اتعشينا وقعدنا مع بعض، وقررنا نروح البيت الخلفي عشان بقى ننام. لكن لما دخلنا البيت تاني لقينا برضو مش نجيف. امال ايه اللي احنا نضفناه ده كله امبارح؟ ده احنا تعبنا فيه امبارح، ايه اللي بيحصل ده؟ احنا مش عارفين. وهم قاعدين بيفكروا لقوا صوت أقدام في الدور اللي فوق. عرفوا إن في حد عايز يعمل فتنة بينهم وبين أهلهم عشان يمشوا من البلد زعلانين. قرر يطلع هو ومراته يظبطوا الشخص الخبيث ده ويعرفوا مين هو. لكن لما طلعوا كانت المفاجأة، لقوا أطفال قاعدين حوالين دايرة مرسومة على هيئة نجمة وكلها شمع والع، وناس كبيرة حوالين الأطفال دي عمالين يعملوا حركات هستيرية. خفنا أنا وجوزي، جينا ننزل على السلم عشان نهرب من اللي احنا شايفينه ده. ما لقيناش السلم، قعدنا نجري وندور هنا وهناك على مكان ننزل منه، مش لاقيين. مش سامعة غير صوت ولادي عمالين بيصرخوا الحقينا يا ماما، الحقنا يا بابا. واحنا محبوسين مع المخلوقات الغريبة دي مش عارفين ننزل نلحق ولادنا، عمالين نصرخ احنا كمان، لحد ما لقينا حاجة انفجرت بصوت عالي. وبنبص لقينا سلفتي وجوزها وولادها طالعين يجروا علينا وياخدونا على تحت. ولقيت ولادي مرعوبين قوي قوي، خدتهم في حضني. ولما هدينا عرفنا ان الدور ده كان مسكون بالجن والعفاريت من زمان، بس هما مرجوش يقولوا لنا عشان ما نخافش، وقالوا مش هيحصل حاجة، ده بقاله كتير وما فيش حاجة بتطلع ولا بنسمع حاجة، فمش هنقول لهم عشان ما يخافوش. وتاري الجن هو اللي كان بيوسخ البيت تاني عشان مش عايزنا نقعد. وبعد ما سمعنا الحكاية دي
كان النهار ابتدى يشقشق. جوزي قال يلا البسوا ويلا. خدنا بعضنا ورجعنا على القاهرة. نزلنا على طول ولحد النهاردة وانا بحلم بالحلم بتاع الاطفال والناس اللي شفتهم هناك. مش عارفة اتخلص من الكوابيس دي ومش عارفة اعمل ايه. الحكاية دي حكاية حصلت حقيقي. ولحد هنا وخلصت حكايتنا، ويا رب تكون عجبتكم. مع تحيات حكاوي تيتا المرعبة. هستناكم واستنى آرائكم. ما تنسوناش بشير ولايك واشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.